كلنا عندنا أصحاب وشلة بنخرج معاهم، بنسافر وبنسهر، بنتجمع لغدا وعشاء ومناسبات. طب لما بنيجي نمر بموقف وظروف صعبة في الأول كل الناس بتكون حوالينا، لكن لما الظرف اللي بنمر بيه وقته بيطول تبتدي الدايرة اللي حوالينا تقل شوية بشوية، وتصفصف على واحد أو اتنين صامدين معانا، قادرين يأزرونا يسمعوا أنيننا وآهاتنا وأسئلتنا اللي ملهاش أجوبة. طب فكرت انت بتتصرف ازاي مع صديقك المتألم لفترة طويلة؟ هل انت الشخص اللي تتمناه يساعدك في أزمتك للناس التانية؟ الكتاب المقدس في أمثال بيقول لنا انه الصديق يحب كل الوقت، أما الأخ فللشدة يولد. الصديق الحقيقي مشاعره مش بتتغير بحسب الظروف، سواء كانت فرح أو حزن. وفي أمثال بيقول لنا إنها محبة ثابتة غير مشروطة بظرف معين. وكمان الأخوة مش بس أخوة الدم، لكن الأخوة الروحية في عيلة المسيح اللي ساعات بتكون أقوى من الجسدية. الأوقات الصعبة بتكشف لينا الإخوات والأصدقاء الحقيقيين اللي الله سمح بوجودهم بركة وسند وقت الضيق. كمان الكتاب المقدس ادانا مثال من الأصدقاء مميز جدا، وهم داود ويونسان. بيقول عنهم إنه محبتهم لبعض كانت شديدة. بيقول كمان إنه أحب يونسان داود كنفسه، وبيشوف معدن الصداقة والمحبة دي وقت ما داود كان هربان من شاول أبو يونسان وعايز يقتله. كانت محبة يونسان ثابتة بتشدد داود في أزمته. محتاجة أسأل نفسي شوية أسئلة. هل أنا الشخص اللي أحب ألاقيه في أصدقائي وإخواتي وقت ضيقهم؟ هل محبتي لأصدقائي ثابتة مش مشروطة بوجودي بس في الأوقات المريحة؟ هل أنا صديق وأخ بركة وقت الشدة؟ الحقيقة الحياة بقيت صعبة وظروفها حادة على الكل، محتاجة ناس حقيقيين مش مزيفين يهونوا مرارة الصعب. لكن لو الصديق والأخ اللي للشدة وجد خذلك، فليك إله عونا في الضيقات وجد شديدا. فكرة تفكر.